الفيلم بيبتدي في ولاية كنتاكي الأمريكية سنة 1940. وولد صغير اسمه كار خارج بيساعد والده في المزرعة اللي شغالين فيها، ووالده رفض وقال له يا ابني أنا عاوزك تكمل تعليمك، مش عاوز منك مساعدة غير إنك توصل لمكانة عالية يا ابني، ووعدني وعد إنك ما تكونش زيي في يوم من الأيام. وبعدها بيكبر وبيكون بيساعد والده في وقت فراغه، وبيجيله جواب إن هو اتقبل في الكلية البحرية، ووالده بيسلم عليه وبيقول له أنا مش عاوزك ترجع تاني، وإياك تخيب أملي فيك، ومهما قابلت استحمل، فرصتك هناك هتكون أحسن يا ابني. أنا عاوزك تكسر كل القواعد اللي محطوطة للسود، وعاوزك تكون قائد بحري. وبعدها بيسلم عليه وبيمشي، بس لما بيوصل بيكتشف الحقيقة إن السود مكانهم في المطبخ بيطبخوا للجنود البيض، وبيخرج في فترة الراحة بتاعته وبيتفرج على باقي الجنود البيض وهم بينزلوا البحر، بس مسموح للسود ينزلوا البحر يوم واحد بس في الأسبوع، وبقية الأسبوع للبيض بس. مفيش ظلم أكتر من كده. وكار بيقرر إنه يكسر أول قاعدة وبينزل المية قدام كل عيون البيض اللي حواليه، وقبطان السفينة بعت وراه واحد عشان يطلعه، بس كار عنده عزيمة وفضل يهرب منه وكان سريع جدا في المية، والقائد بعدها بيعاقبه وبيحبسه عشان مخالفة الأوامر لمجرد إن هو نزل المية. بس قبطان السفينة أعجب بيه وبإصراره وبسرعته في المية، وقال له يا ابني أنا قدمت لك طلب نقل لمدرسة الغطس عشان تبقى غواص بحري. وفعلا خلص فترة الحبس بتاعته واتجه على مدرسة الغطس، وأول لما وصل قال لهم أنا طالب جديد، وفضلوا سايبينه على الباب ومنعوه من الدخول لمجرد ان لونه مختلف عنهم. وخرج قائد واسمه ساندي، ودوت المدرس في اكاديمية الغطس، وقال له يا ابني انت اسود مالكش مكان هنا، امشي. وساندي مشي وسابه. وتاني يوم وهو راجع كان كار واقف مكانه وعنده اصرار وعزيمة انه لازم يدخل. وساندي شاف اصراره وحماسه وقال له مش دايما اللي بنتمناه بيكون افضل حاجة، انا هسمح لك تدخل. ولما دخل الجنود البيض شافوه وبصقوا عليه، اللي جاب واحد اسود معانا هنا وكأن لونه دوت ليه ذنب فيه، والجنود شايفينه ان هو مش زيهم بل اقل منهم. والقائد حب يعرفهم على زميلهم الجديد كار، وقال لهم رحبوا باول ملون في مدرسة الغطس، بس في عسكري اسمه روب قال احنا مش هينفع نقعد في اوضه واحده مع واحد اسود. وخرجوا كلهم واحد ورا واحد وما بقاش غير كار في الاوضه، وكان معاه واحد طيب جدا وكان بيتهته في الكلام واسمه ويل. فضل معاه لانه حس ان هو انسان زيه. وفي نص الليل وكار نايم، القائد ساندي بيصحيه بميه ساقعه في عز الليل وقال له وقت التمرين ابتدى. واول لما خرج استقبله بخرطوم الميه في وشه وفضل يغرق فيه، وبعدها خده في برميل وقعد يغطسه، وفضل يضغط عليه عشان يستسلم ويمشي من مدرسة الغطس، وبيعرفه ان الموضوع عمره ما هيكون سهل عليه. بس في اللحظة دي كار افتكر كلام والده، انا عاوزك تكسر كل القواعد اللي محطوطة للسود، وإياك تخيب املي فيك يا ابني. وتاني يوم في التدريب القائد ساندي كان مستقصد ويل عشان هو الوحيد اللي تقبل كار ببشرته السمراء، وقال له انت كاتب في ورقة التقديم انك بتقدر تستحمل 4 دقايق تحت المية، انا عاوز اشوف بعينيا. واداله اوزان تقيلة جدا وحدفه في المية، والواد يا عيني ما قدرش يستحمل ال4 دقايق وطلع وكان بيتخنق. وساندي قال له انت بتكذب وفصله من مدرسة الغطس. وكار حس ان هو السبب وحس بالذنب، بس مفيش حاجة في ايديه يقدر يعملها. وفي يوم كان في تدريب لتصليح السفن تحت المية، والسفينة اللي كانوا بيصلحوها بتتحرك فجأة وبيحصل انهيار في السفينة، واللي بيصلح المركب بيقع وخرطوم الاكسجين بتاعه بيعلق في السفينة، ومكانش عارف يخرج ولا يعمل اي حاجة. وزميله اللي كان معاه مكانش عارف يساعده عشان يخرجه قبل ما المركب تقع اكتر في الاعماق. وكار بياخد خرطوم اكسجين جديد عشان يساعده، وبينزل له وبيوصل له، والمركب بيحصل فيها اهتزاز، وزميله اللي كان معاه بيخاف على نفسه وبيهرب. كم انت جبان. وكار بيفضل مع الجندي وبيغير له خرطوم الاكسجين بتاعه عشان يقدر ينقذه ويطلع بيه، وفعلا بيقدر يغير له خرطوم الاكسجين وبينقذه. وتاني يوم القائد ساندي بيدي للجندي الهارب وسام الشجاعة عشان ساعد زميله، وكلهم عارفين ان هو هرب وخاف، بس مش هيقدروا يدي وسام الشجاعة دوت لجندي اسود حتى لو كان شجاع وهيضحي بحياته. وكار برضه ما استسلمش وفضل مكمل في طريقه ومكمل نحو هدفه انه يكون افضل غواص في البحرية، وكان افضل واحد في مجموعته وكان بيركب المعدات اسرع من اي جندي. بس المدرب ساندي كان بيتجاهله ولا كأنه موجود وبيهتم بروك والجنود البيض بس. وفي يوم كار كان بيكلم والده عشان يطمن عليه، بس بيكتشف ان والده مات من المرض ومكانش معاهم فلوس يقدروا يعالجوه.
وكان زعلان جدا على والده اللي مات قبل ما يشوفه قائد بحري زي ما كان بيتمنى، وراح بار عشان يهدي نفسه. ولما دخل طلب مشروب، بس صاحب البار قال له مش مرحب بالسود هنا، وروك قال له اخرج بره، احنا مش عاوزين السود يبقوا معانا هنا، البار دوت للبيت بس. وساندي بعديها يجي ويقول له انت ازاي تيجي هنا، هتساوي نفسك بينا؟ كار قال له لا انا احسن منكم. ساندي قال له عشان انقذت واحد من الغرق تبقى احسن مننا. وكار قال له احنا نتراهن على اللي يقدر يحبس انفاسه اكتر، ولو كسبت ترجع ويلي للمعسكر تاني. وساندي قال له لو انت خسرت تمشي من المعسكر النهارده. وابتدى العد وكل واحد فيهم بيحبس انفاسه على قد ما يقدر، وفات دقيقة والتانية وكل واحد فيهم مش عاوز يستسلم. وجت الدقيقة الرابعة وساندي ابتدى ينزل وبيغمى عليه، وكار بيقدر يفوز على القائد بتاعه. وبعدها ساندي ابتدى يعرف قدرات كار الحقيقية، ومهما كان لونه فعلا يستاهل يكون ضابط في القوات البحرية. وبعدها مدير المعسكر بيجيب ساندي ويقول له ما ينفعش جندي اسود يكون غواص في البحرية، انا عمري ما هوافق على كده. ساندي قال له هو فعلا نجح في كل الاختبارات ومش محتاج حاجة غير انه ينجح في الاختبار العملي بكرة، حتى لو كان اخر واحد برضه هينجح. والمدير قال له يبقى ما تخليهوش ينجح ولازم يفشل بكرة. وكارل لما رجع المعسكر لقى ساندي مستنيه هناك، وقال له يا ابني انا حبيتك فعلا وعرفت انك شجاع بجد، بس مدير المعسكر عمره ما هيخليك تنجح بكرة، الاحسن ما تجيش الامتحان. كار قال له انت بتكرهني وانا عارف، بس انت كمان فاشل ومحبط، ومن غير الغوص انت ولا حاجة. وساندي اتعصب وكسر له الراديو بتاع والده، ومسك صورة والده وقال له هو قالك ايه يا ابني عشان يخليك بالقوة ديت؟ قال لي اياك تخيب املي فيك. وساندي فهم ان هو عمره ما هيستسلم. وتاني يوم الاختبار العملي كان عبارة عن تركيب انبوب جديد تحت المية، وكار بيجي عشان الامتحان ويبتدي يتجهز قدامهم كلهم، وهو واثق من نفسه وواثق ان هو هيقدر يتغلب عليهم. ونزل المية وطلب الشنطة اللي فيها الأنبوب اللي هيركبه، بس مدير المعسكر بص لساندي وقال له بنظرة كلها كره لازم يخسر، ما أحقر العنصرية. وقطعوا له الشنطة وحذفوا له الأنبوب كل جزء لوحده، وكار ما كانش عارف يعمل إيه، وكان عمال يجمع الأجزاء من كل مكان، وفضل يدور على أجزاء الأنبوب جزء ولا جزء. وروك كان أول واحد مخلص في ساعة ونص وقدر ينجح، وآخر واحد طلع بعد 4 ساعات ونص، وكان الجو تلج جدا وبيتجمد، ولسه كار تحت المية عمال يدور على الأجزاء المتطايرة حواليه. وجه الليل وكار لسه تحت عمال يحاول ويحاول عشان نفسه ينجح في الاختبارات ويكون أول أفريقي ينجح في اختبارات الغوص الأمريكية. وساندي كلم مدير المعسكر وقال له ده هيموت بقاله 9 ساعات تحت، واستأذن من المدير إن هو يطلعه. المدير رفض وقال له لا سيبه لحد لما يموت، وخليه درس لكل واحد اسود يفكر يكون زي البيض ويحاول يكون غواص في البحرية الأمريكية. وساندي راح وكلمه وقال له يا ابني اطلع، الموضوع مش مستاهل تموت نفسك عشانه، انت فجأة هتحس انك مش قادر تتنفس وفجأة هتموت. بس كار رد وقال له انا غواص في البحرية الأمريكية وافضل لي اموت وانا بكمل مهمتي. وافتكر والده وهو بيقول له اياك تخيب املي فيك يا ابني، واكسر كل القيود اللي حاطينها للسود في البحرية. وبعدها ساندي لقاه اتاخر جدا وكان عاوز يخرجه، بس مدير المعسكر نده عليه وقال له لو خرجته انا هفصلك من البحرية، سيبه خليه يموت واياك تخرجه. وساندي ما اهتمش بكلامه وكان بيخرجه، بس كار قدر فعلا يكمل الانبوب، وبعدها خرجوه كان بيتجمد بس في عينيه كل اصرار العالم والتحدي. وساندي قال له مبروك يا ابني انت نجحت. وبعدها كار قدر يتخرج اخيرا، وكان اول جندي ببشرة سمراء يتخرج من مدرسة الغوص الامريكية. وساندي اتحكم عليه انه ينخفض الرتبة بتاعته لانه ما سمعش كلام المدير بتاعه، عشان بس سمح لواحد ببشرة سمراء انه ينجح في الاختبار. وكار بعدها بيتفاجئ ان ويلي رجع تاني للمعسكر وانضم لمدرسة الغوص من تاني، وساندي نفذ رهانه اللي كان معاه. وبتمر السنين وكار بقى من افضل الغواصين في البحرية الامريكية، وكان في مهمة بحث عن قنبلة نووية مفقودة في البحر، وفعلا قدر يلاقيها، وبكده هيكون قائد بحري بعد الانجاز اللي عمله. بس مفيش حاجة بتحصل زي ما احنا عاوزين، وهما بيطلعوا القنبلة الواير بيتقطع، وكار بينقذ زمايله اللي كانوا هيتصابوا، وهو اللي يتصاب في رجله وبتتقطع قدامه، وبيصحى في المستشفى، والقادة بيكرموه أخيرا على شجاعته وبيقولوا له نتمنى لك تقاعد مريح. بس كار مش عاوز يستسلم، وعاوز يكون أول قائد بحري بلون مختلف في تاريخ البحرية، وقال لهم أنا هركب عضو صناعي في رجلي وهرجع للشغل تاني. هو مش عاوز يستسلم ولا يبعد عن حلمه، بس القادة رفضوا وقالوا له هترجع ازاي وانت برجل واحدة؟ قال لهم اديني فرصة 12 أسبوع وهركب طرف صناعي وهرجع أحسن من الأول، وبعدها عملوا لي لجنة طبية شوفوني هقدر أرجع ولا لأ.
وهما بيوافقوا وهو بيبتدي التمرين. بس ما كانش عارف يرجع لمستواه الطبيعي وحس ان جسمه مش بيساعده يرجع زي الاول. وهنا جاله ساندي وقال له يا ابني انا شكلي فوتت على نفسي كتير، وخده وخرج يتمشى معاه وقال له ان القيادة ضحكت عليك وهيعملوا اللجنة الطبية كمان شهر ولازم تتدرب بجد لو عاوز ترجع لشغلك. وابتدى معاه التدريب وكان بيضغط عليه يوم بعد يوم وخلاه يرجع لنفس مستواه من تاني، وراح عشان يقابل اللجنة الطبية ويقيموه وهو كله ثقة في نفسه انه هيقدر يقنعهم بيه. ودخل القاعة وابتدت اللجنة تسأله أسئلة عشان تقيمه، وكان واثق في نفسه وكان بيرد على كل أسئلتهم. وبعدها اللجنة جابت له بدلة غوص وزنها 150 كيلو وقالوا له ان ديت احدث بدلة للبحرية ولازم الجندي يلبسها ويمشي بيها 12 خطوة. وكار بيوافق بس بيطلب منهم انه يرجع لشغله بعد ما يمشي ال 12 خطوة، وهما بيوافقوا وبعدها بيلبسوه البدلة وبييجوا يساعدوه عشان يقوم، بس مدير اللجنة بيقول لهم لازم يقوم لوحده. وساندي بيشجعه بيقول له جندي البحرية كار قوم على رجلك، وبكل ثقة بيتحرك أول خطوة وبعدها التانية والتالتة ورجله الصناعية ابتدت تتكسر بس بيمشي عليها وبيكمل الخطوة الخامسة والستة والسبعة، بس بيحس إن خلاص مش قادر يكمل وبيجيب الخطوة التامنة وكان هيقع وبيحس إن خلاص مفيش فايدة من اللي هو بيعمله وكان بيستسلم خلاص بيتحطم من جواه وما كانش عنده أمل إن هو يكمل. بس ساندي بيقول له فاكر والدك قالك إيه يا ابني؟ إياك تخيب أملي فيك وإنت عاوز تستسلم، أنا عاوزك تتحرك وتديني ال 12 خطوة بتوعي. كمل يا جندي البحرية كار. وقال له أنت اتعلمت في البحرية إنك ما تستسلمش، وجاب الخطوة ال10 وتقدر تقاتل لغاية آخر نفس، وجاب الخطوة ال11 هو ده شرف رجل البحرية، وجاب الخطوة ال12 أخيرا. واللجنة ما كانش قدامها غير إنها تعلن نجاحه ويرجع للشغل من تاني، والناس كلها حيوه على روحه القتالية وإصراره وعزيمته اللي ملهمش حدود. وبعد سنتين كار كان أول قائد بحري من أصول أفريقية في البحرية الأمريكية، وقدر يستمر في الخدمة لمدة 9 سنين، وبعدها بيتقاعد بكل فخر وشرف. ولازم تعرف إن الإصرار هو سر النجاح في الحياة، ولازم تتعب عشان توصل لهدفك. لو عجبك الفيلم انزل اعمل اشتراك ولايك عشان يدعمنا استمر. سلام.